بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اخواني الاعزاء، اليوم راح نتكلم عن شروط تسبيح الميناء وكيف اجعل الميناء تسبح. هل يجوز ان نسبح الميناء بالشامبو والصابون مخصوص لطيور الزينة؟ وما هو مقياس حوض سباحة الميناء؟ وما هو افضل وقت لتسبيح الميناء في اليوم؟ وكم يوم في الاسبوع يجب ان نسبح طائر الميناء؟ والدرجة الحرارة المناسبة لماء حوض السباحة؟ وإذا طائر الميناء يخاف أن يسبح ماذا نعمل ونفعل؟ وسبب الرجفة بعد الاستحمام طائر الميناء؟ والنقاط المهمة في تسبيح الميناء. كل هذه الأسئلة بصورة خلاصة راح نتكلم عليها في هذا الفيديو. أخوان، لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. اخواني، تابعوا الفيديو لاخره حتى معلوماتكم تكتمل. طائر الميناء يعشق ويحب السباحة، وبواسطة السباحة طائر الميناء راح ينظف الريش والجناح ويجعله لامع، خاصة في وقت الصيف وفي فصل الحر. استحمام طائر الميناء راح ينظم درجة حرارته وينزلها ويعدلها. كما تلاحظون هسه قاعد نسبح هذا طائر الميناء. ما هو مقياس وحجم حمام السباحة؟ الكاسة أو الحمام السباحة يجب أن يكون عمقه قليل، حوالي من عمق 3 إلى 5 سنتيمترات، حتى ألا سبح به طائر الميناء لا يغرق ويختنق. طائر الميناء أول شيء يدخل رأسه داخل الحوض السباحة ويسعى يبلل جناحيه وريشه، وبواسطة منقاره ينظف جناحيه وينشف ريشه. ملاحظة: يجب عدم وضع حوض السباحة بمدة طويلة في القفص، لأن احتمال طائر الميناء يضع برازه داخل حوض السباحة وراح يشرب من هذا الماء الفيه مدفوع ويتمرض. ولهذا السبب بعد الاستحمام يجب إخراج حوض السباحة من القفص فورا. هل غسل طائر الميناء بالشامبو والصابون مخصوص لطيور الزينة يجوز أو لا؟ أخواني، لأجل تسبيح طائر الميناء استعملوا الماء، فقط الماء، ولا تقدرون مثلا كم قطرة خلط تفاح طبيعي تدبون في داخل حوض السباحة ميناء، ماكو مشكلة. صحيح اكو بالسوق شامبو مخصوص للطيور الزينة، ولكن أأمن وأفضل طريقة هو الاستفادة من ماء خالي من أي مواد كيميائية. طائر الميناء لأجل تنظيف وتلميع ريشه يفرز مادة دهنية خاصة على جسمه، والاستفادة من أي نوع من الشامبو والصابون راح يقلل من أثر هذه المادة الدهنية على جسم الطائر الميناء. ريش طائر الميناء كلش حساس مقابل المواد الكيميائية وخاصة الكلور، ومن الأفضل يجب مراقبة ماء حوض السباحة، يجب أن يكون خالي من الكلور وأي مواد كيميائية. أفضل وأسوأ وقت لاستحمام طائر الميناء: أفضل ساعة باليوم للاستحمام هي وقت الظهر، في وقت شدة الحر، ظهر تصير الدنيا حارة، وسط اليوم هي أفضل وقت. وأسوأ وقت هو وقت الغروب والليل، لأن تسبيح الطائر الميناء في هذا الوقت الغير مناسب راح الطائر الميناء يفقد فرصة تجفيف وتبييس ريشه، واحتمال ينام بريش متبلل ويتمرض ويصاب بالأنفلونزا. كم يوم في الأسبوع يجب أن نسبح الميناء؟ يجب النظر إلى الفصل ودرجة حرارة الجو في تسبيح الميناء. مثلا عندنا فصل الشتاء تقدرون بالأسبوعين مرة تسبحوا طائر الميناء، وفي الصيف والجو الحار في الأسبوع كم مرة، مثلا 5 مرات 4 مرات، ومن الأفضل يوميا تسبحوا طائر الميناء. درجة حرارة الماء يجب أن تكون مناسبة ومعتدلة، الماء مو كلش حار ولا كلش بارد، يجب أن يكون الماء معتدل ودافئ. إذا طائر الميناء امتنع عن الاستحمام ماذا نفعل؟ بعض الأوقات نرى طائر الميناء بسبب الخوف من الماء يمتنع عن السباحة، وفي هذه الحالة تصير أكثر أوقات عند الطائر الذكر.
هذا النوع من الطيور يحتاج إلى وقت، وبمرور زمان راح يسبح، وإذا شاف طائر آخر يسبح راح يحفز المينا على السباحة ويجعله بأسرع وقت يسبح وما يخاف من السباحة. وإذا شفته بعد مدة طويلة ما سبح، يجي بواسطة مثل رشاش مال ماي أو بخاخ مال ماي نغسل ريش المينا، ويجب عند رش الماء مراعاة الرش، بحيث الرش يكون رش ملائم وخفيف وعلى أجنحة وريش طائر المينا، وعدم رش الماء بصورة مستقيمة على عيون وأذن وأنف المينا، لأن احتمال إصابة الطائر بالأنفلونزا والتهاب الرئة، وخاصة الطائر يتعرض إلى هواء بارد. ما هو سبب رجف طائر المينا بعد الاستحمام؟ عضلات صدر طائر المينا بعد الاستحمام تكون منقبضة، وتشاهدون حالة رجفة عند طائر المينا. هذه الحالة طبيعية، ما بيها خوف على طائر المينا. في الواقع طائر المينا لأجل إرجاع درجة حرارته، درجة حرارة جسمه، يعمل هذه الحركة، ولا تخافون ماكو مشكلة. النقاط المهمة في استحمام طائر المينا: أولا، عدم استحمام طائر المينا في غرفة فيها مبردة أو مكيف أو سبليت أو تيارات هوائية مستقيمة، لأن احتمال طائر المينا يتمرض ويصاب بالأنفلونزا. ثانيا، عدم الاستفادة من استشوار مجفف الشعر لأجل تجفيف ريش طائر المينا، لأن هذا العمل يمنع من نمو الريش بصورة طبيعية. ثالثا، إذا شفت طائركم مريض يجب عدم تسبيحه. رابعا، بعد الاستحمام يجب تنظيف القفص وتنظيف أرضية وتحتية القفص ولوازم القفص. خامسا، عدم إجبار المينا على السباحة. والنقاط الأخرى من قلناها بالفيديو هاي كلكم تراعوها إخواني الأعزاء. تحياتي لكم، أسرار تربية الطيور.